المعتاد والتاريخي والواقعي والحقيقي. لا، الاهلي طالما هو متماسك وعنده الروح اللي انا اتكلمت عليها وهي اللي انا مصر عليها، مم. بغض النظر عن الاسماء او بغض النظر عن الامكانيات والقدرات، روح الاهلي، روح الفانيلا الحمراء. يعني انا اكتر حاجه بسطاني امبارح هي الروح اللي لعب بها الاهلي. تمام. ان انت مثلا ترجع تاني للماتش. مش عايز اقول لك مفاجاه، يعني ممكن تستغربها. مم. الاهلي بقول لك من 37 38 سنه الزمالك ما قدرش يرجع للاهلي ويكسبه. يعني لو الاهلي اتقدم ما بيقدرش الزمالك يرجع تاني الماتش ويكسبه من 37 سنه. يعني من اخر رومنتادا كان عملها مع احمد الشاذلي ونبيل محمود. بل خد دي كمان، ده من 30 سنه. الاهلي كل ما يتقدم من 30 سنه، الاهلي كل ما يتقدم الزمالك ما يعرفش يتعادل اصلا غير 3 مرات في ال 30 سنه. فانت بتتكلم على ارقام بتبين يعني ايه الاهلي وقوته وشعبيته مم. وسوري وتماسكه وصلابته. لكن في النهايه مباراه الاهلي قدم فيها روح عاليه جدا جدا جدا. لعيبه كانت مركزه، وخصوصا الشوط الثاني. اللعيبه اول 5 دقايق ما كانتش في الجيم. بعد كده احتلت الملعب طول وعرض. الزمالك ما يلغيش كورنر، انت عارف دي. الزمالك اه امبارح ما عندوش كورنر. مفيش ما كورنر فيش فعلا كورنر خالص فعلا. يعني. مم. لكن ابني عليها مباراه، ابني عليها مم. مهم قوي 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 قوي. مباراه كهرباء اسماعيليه. عملت ايه بعد الماتش؟ انا قمت اتفرجت على الماتش تاني النهارده. يعني قمت الصبح اتفرجت على الماتش تاني، كنت الساعة منتعش كام؟ جدا. انا كنتش وصلت بنت مصدق ولا الصبح. ايه؟ من شدة لا الفرحة؟ لا ما لا كنتش مصدق لا ان الاهلي هيكسب؟ لا، بقول لك بقى لي 30 سنه ايوه، امال لما اتفرجت عليه تاني ليه؟ طبعا بقول لك اهلي وزمالك دي بطوله خاصه. شكلك ما اتنين اتنين، كنتش. يمكن قلت يمكن الزمالك يجيب سكور في العاده. ممكن خلي بالك ها؟ يتعدل النتيجه. والنبي ادوني لا هو الفيديو ممكن مش كده بتاع مصدق. السكور. ادوني ممكن، لا الفيديو. هو ممكن زي ما انت قلت له مش مصدق. مش مصدق. ايوه اه ايوه. طبعا، ليه لا عادي. لا، اه قعدت اقول لا لايمن، ولا ايمن انا باثق فيه. لا يعني والله. ايمن انا باثق فيه. انت بتثق في فقال كلام لك ايمن؟ سكور. ايوه. قلت يمكن في العاده بس ولا انا حاجه. كلامي صح. الشوط الاولاني ال10 دقايق الاولانيين ممكن تخرج كده انت والماتش بص يقفل بقى على كده كلمه لو الجيم. دي، انت عارف دي لو الشوط الاولاني لو. ايوه. يعني مع حسام عبد المجيد كان ممكن يجيبهم في نفسه، اه. اه مظبوط. طبعا. عمر كمال عبد الواحد كان ممكن يجيب جول. ايوه كان ممكن البنالتي ده تتحسب. ايوه. هنفضل نقول لو حسين الشحات ده ابوه ما كانش جابه ما كانش الاهلي كسب امبارح. اه تخيل. لو ما ايوه فيش طبعا لو في طبيعي. الكوره يا تخيل لو جدعان. ما فيش حسين الشحات، صحيح ما كنتش. ولا لو ابوه ما كانش جابه. لا كان هو كلامك ممكن لا هو يتحقق في لو، امبارح. خلي بالك. ها؟ في لو في الكوره مش زي ما سيد بيقول طبعا. لا والله. يعني لو الفرص دي كلها لو اتحققت برضه. يخرج كده. ولو النادي الاهلي لو كره حسام عبد المجيد الشوط الاولاني جت جون، مم. هتلاقي الماتش برضه بيتصعب. لو عمر كمال جاب الجون اللي ديانج لعبها له، النتيجه تخرج 3-1. مم. فالامور لا في لو في الكوره. انت عملت ايه بعد الماتش؟ طب هو اتفرج على الماتش تاني. ولا حاجه والله. زهقان جدا. نمت جدا. ايه؟ زهقان جدا طبعا. زهقان مش من مش عشان أنا خسرت. عرفت عشان تنام؟ عرفت تنام؟ لا بس خلي بالك دي كوره في الاخر بقى يعني. لا، ما هو بسبب لا السكور اللي لا انت قلته لا برضه. لا بص، هي في الاخر انا بقول لك انا كنت بتكلم في الموضوع فنيا. حاله فرقتين قبل الماتش اللي هي طب مالهاش تعال علاقه، تعال قلت نشوف كده. الفنيا كده. انا نفسي اشوف الفنيا ده. وريني الفيديو عشان هو يلا عجبني بصراحه. يلا. طيب دلوقتي الكابتن سيد قال الاهلي هيكسب، انت رايك ايه؟ باللي انا شايفه ده اه بقى الزمالك يكسب طبعا. الزمالك يكسب طبعا طبعا. طبعا. بأمارة ايه؟ وانت تكسب لسه كنت وتكسب. عايز بتقول. بص، من غير هزار. بالحاله الفنيه اللي انا شايفها، مش للحاله الجماعيه بتاع فرقه الاهلي، لديفنس النادي الاهلي، اه بالناس اللي موجوده في النواحي الهجوميه لنادي الزمالك يكسب بسكور. بسكور. اه طبعا. لو الامور مشيت طبيعيه. اه لكن عمرها ما لا هتمشي لا طبيعيه. سكور. لا, لا عرض والله السنه دي ايوه، بس والله انت كنت العظيم. ماشي كويس قوي. لا انا بقول لك يا ماشي جماعة، 100 100 انا لغايه بقيم لك. السكور لا انا دي بكلمك زعلتني والله، بقى. انا بقيم لك الحاله الفنيه اللي موجوده. لو انت هتقيس نايم عمرها ما هتقاس كده. ما انا قلت أنهي لك فنية؟ الفنيه اللي موجوده. يعني الزمالك لعيبة يفوز بس الزمالك. مش سكور قصدك يعني؟ لا زمالك يفوز، انت كمان هتقولني حاجه. ما انت اللي قلت اهدى انت بس، ماشي، مش اهدى بتقول لي انت ماشي كويس؟ ايوه انت ماشي بتقول لي كويس انت لغايه ماشي كويس. ايه هيكسب وسكور لا هو لا، قال ما هيكسب، أنا انت قلت سكور لك. دي اللي ما عجبتكش. كابتن سيد الراجل قال لك ايه؟ بدفاع الاهلي اللي هو ياسر ابراهيم وياسين مرعي كانوا موجودين، صح ولا لا؟ بهجوم الزمالك راجل الفينا وعدي كانوا موجودين، صح؟ الحاله اللي فيها، ما أنا قلت لك الحاله اللي فيها اه الوقتيه. امم لما تيجي تحلل ايه هي ممكن الحاله تخرج يعني؟ كده. مش فاهم يعني. الحاله الفنيه بتاعت اللعيبه طب ان ما هو الراجل جاب لك ديفنس ضربه الاهلي جزاء، ايه اللي غيرها يعني؟ ما فيهاش حاجه. ايه اللي غيرها؟ ما انت جبت عدي منها جول. الدباغ ده جاب لك ضربه جزاء وخرج بعد كده مصاب. جات له الضمه. خرج مصاب بعد كده. اه انما يعني انت بتسالني قبل ما تعرض الفيديو ان يعني عملت ايه بعد المباراه. لا زعلان جدا طبعا. زعلان. جدا. لكن ما انت زعلان. في الاخر مدرب
اتكشف، فكشف لعيبه. فاوقات كتيره بتبقى حاله المدرب سبب كبير جدا جدا في اللي بيحصل اثناء الجيم.